في إطار مجابهة ظاهرة المضاربة الغير مشروعة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنجمة بدورية عبر الإقليم، لفت انتباههم أشخاص يقومون بإفراغ حمولة زيت المائدة المدعم من الصندوق الخلفي لسيارة نفعية داخل مستودع خاص بالتلحيم. بعد تفتيش المستودع تم العثور على 202 دلو من زيت المائدة سعة 5 لتر كانت مخبأة تحت غطاء بلاستيكي. على إثر ذلك تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، حيث تبين أن أحد الأشخاص المتورطين يقوم بإخراج مادة الزيت بسعر 580 دينار من المستودع لإحدى المؤسسات التوزيع، ثم يقوم بإعادة بيعها بمبلغ 750 دينار للدلو بطريقة غير شرعية بمساعدة رفقائه الآخرين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم رفع المخالفة التالية: جنحة ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة، جنحة عدم التصريح بوجود مخزن، جنحة تغيير وجهة منتوج قصد المضاربة. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف المعنية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة السينية.